ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هديكم طرق سهله جدا ولذيذه لحشو الكريب، وطرق كلها متوفره في البيت. يلا بينا نشوف الطرق السهله دي. طيب، انا طبعا هنا بكون حافظه الكريب بتاعي في فوطه علشان يفضل طري معايا لحد ما اخلص الكميه كلها. هنا بقى هقولكوا الافكار اللي انا هعمل بيها النهارده حشو الكريب بتاعي. انا عندي هنا جبنه موتزاريلا، وطبعا نقدر نستبدلها باي نوع جبنه متوفر عندنا واحنا بنحبه. وعندي كمان بطاطس محمره، ونقدر برضو ان احنا نستبدلها باي حاجه. وعندي برضو جبنه رومي، ممكن تبقى لانشون او بيف او اي حاجه انتوا برضو بتحبوها. وبرضو ممكن البطاطس بتاعتنا ان هي تبقى شاورما او اي بواقي من التلاجة، مثلا لو كانت فراخ او اي حاجة عندنا في التلاجة برضو بتبقى حلوة. وعندي هنا برضو نوعين من الجبنة الكريمي، عندي بتاعت كيري ولافاش كريم. ممكن برضو ان احنا نستخدم اي نوع جبنة احنا بنحبهم، سواء اي جبنة، سواء جبنة تلاجة او اي نوع جبنة احنا بنحبه. هنا بقى هوريكم ازاي انا بحشي الكريب بتاعي. بجيب هنا الكريب وبقوم قسماه نصين زي ما انتم يعني مطبقاه على بعضه نصين زي ما انتم شايفين كده. انا جبت هنا طبق تحت عشان يسهل عليا وانا بتنيه على بعضه. وهنا حطيت جبنه موتزاريلا تحت عشان تمسك الحشو بتاعي. وطبعا زي ما انا قلت لكم نقدر ان احنا نستبدل الجبنه الموتزاريلا باي نوع جبنه متوفر عندنا في البيت. وهنا بدات احط الحشو وهو البطاطس اللي كانت عندي. وبرده زي ما انا قلت لكم نقدر برده ان احنا نستبدل البطاطس دي باي بواقي عندنا في التلاجة، بتكون حلوه قوي. وبتني الطرفين على بعض، بتكون بالشكل ده، بتكون مثلثه كده. طبعا بتبقى متماسكة، والحشو ابدا مش بيقع منها ابدا ابدا. وحطيتها هنا في الصينية لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها عشان اسويها مرة واحدة. هعمل معاكم كام واحدة كمان بكذا طريقة. هنا هعملها بالجبنة الكريمي زي ما انتوا هتشوفوا كده. هفتح معاكم الجبنة وهوريكم برضو هعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنا بس هحطها معايا في طبق عشان اعرف اخد منها الحته اللي انا عايزاها زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى اخدت حته وبدات ان انا افردها بالمعلقه كده على الكريب، واتاكد انها اتوزعت كلها بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده طبعا بيبقى طعمها حلو قوي. وبرده زي ما قلت لكم نقدر نستبدل الجبنه دي باي نوع جبنه احنا بنحبه. وحطيت كمان جبنه موتزاريلا زي ما انا قلت لكم عشان يمسك الحشو اللي انا هحطه من فوق. ورجعت برده حطيت البطاطس وقفلته من الجنبين زي ما انتوا شايفين كده، واتاكدت ان هو اتقفل كويس. برده زي ما انتوا شايفين مش هيوقع طبعا الحشو اللي في قلبه ابدا زي ما انتوا شايفين كده. هعمل معاكم برده كذا واحد زي ما انتوا شايفين. وهقول لكم برضو لو كان الكريب معانا مقطوع مثلا برضو ازاي نستخدمه وما نرميهوش عادي. هنا برضو حطيت اللي كان باقي من الجبنة، وزعته كمان في كريب كمان. وبرضو حطيت جبنة موتزاريلا تاني وحطيت البطاطس. طبعا زي ما انا قلت لكم ممكن يكون حشو البطاطس ده اي حشو انتوا عندكم او انتوا بتحبوه، سواء بواقي فراخ او بواقي لحمه مفرومه او اي حاجه عندكم طبعا في التلاجة بتبقى حلوه قوي. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده ده كان معايا كريب واتقطع، لاني انا كنت مستعجله فطلعته من الطاسه وقطعته غصب عني. طبعا بصوا عادي جدا ببدأ ان انا اتنيه على الحتة اللي كانت تحت سليمة، وبحط عليها الحشو. وهتشوفوا برضو انها ولا طلعت الحشو منها ولا اي حاجة. حطيت برضو جبنة موتزاريلا وحطيت بطاطس زي ما انتم شايفين. وبرضو قفلتها من الجنبين، وهتشوفوا حالا انها طلعت مقفولة او شوفين من الجنبين، وما وقعتش ابدا منها الحشو. هنا هعمل برضو معاكم وكمان واحد. برضو حطيت جبنة موتزاريلا وحطيت بطاطس. وهنا المرة دي بقى حطيت فيها حتت من الجبنة الرومي. وطبعا زي ما انا قلت لكم تقدروا تستبدلوا الجبنة الرومي باي جبنة انتوا بتحبوها. برضو قفلتها من الجنبين واتأكدت انها مش هتوقع منها الحشو زي ما انتوا شايفين كده. هنا انا كنت خلصت خلاص الكمية اللي موجودة معايا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده.
هروح بقى واخدها كده على نار هادية وابدأ ان انا اسويها على الجنبين، وهي خالص مش بتاخد ابدا وقت، يعني على كل جنب مثلا دقيقتين، ما بتاخدش خالص وقت. هنا بقى برصه هنا في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده، وبهدي عليه النار وبسيبه براحته جدا ان هو يستوي. زي ما انا قلتلكم مش بياخد على كل جنب غير دقيقتين بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده، انا طبعا حابة ان انا اسيب لكم الطرق كلها بالتفصيل عشان تعرفوا تعملوه بالظبط زي بتاع المحلات بالظبط زي ما انتم شايفين كده. وانا هنا سايبه لكم طريقة التسوية بتاعته كاملة علشان تعرفوا تعملوه ما يفكش ابدا منكم ولا يطلع الحشو بتاعه بره زي ما انتم شايفين. وهنا زي ما انتوا شايفين كان خاد اهو اتحمر من على الجنب اللي تحت. هبدأ ان انا اقلبه على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا شايفين شكله حلو ازاي، ولا وقع الحشو بتاعه ابدا ولا اي حاجة، وما تعبنيش خالص وما خدش ابدا اي وقت زي ما انتوا شايفين. برضو هسيبه ياخد تحمير على الجنب التاني عشان اتأكد ان الموتزاريلا ساحت فيه وان الحشو كله مسك في بعضه فيه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين، يعني وحدة الكريب هنا اوفر بكتير وانضف، بتاع البيت انضف بكتير من بتاع المحلات، وطبعا اوفر وارخص كتير من بتاع المحلات. يعني بنص كيلو دقيق شوفوا عملنا هنعمل كمية كبيرة جدا ونفرح اولادنا ومن غير اي حاجة طبعا ومن غير تكلفة. يعني كمية نص كيلو دقيق دي بتمن سندوتش واحد بس من بتاع المحلات، وطبعا دي اوفر بكتير زي ما انتم شايفين وما بتاخدش خالص وقت، وبنقدر نعملها بأي حشو عندنا في البيت سواء بطاطس سواء شاورما او حتى بواقي فراخ او بواقي لحمة مفرومة، بأي بواقي عندنا في البيت. طبعا زي ما انتم شايفين ما بتاخدش ابدا ابدا اي حاجة. طبعا زي ما انتم شايفين هنا انا بشوف هي ابتدت تتشمع من تحت برضو ولا لأ، فلقيتها انها يعني باقي عليها دقيقة كمان زي ما انتم شايفين كده. طبعا شوفوا الحشو ابدا ابدا ما بيخرجش من قلبها وحلوة ازاي. هنا بقى كان خلاص كده استوى، بدأت ان انا اشيله من على النار زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى كنت طلعت الكمية اللي انا عملتها معاكم زي ما انتوا شفتوا، كان باقي بس كريب واحد ما كانش معايا، كنتش عارفة احطه يعني في الدفعة اللي انا طلعتها، فهحطها حالا. وده عامة الكريب اللي هو كان مقطوع من النص، فقلت اخليه لكم علشان تعرفوا برضو ان هو ابدا مش هيفك مني في الطاسة ولا اي حاجة ولا هيطلع ابدا الحشو اللي فيه. زي ما انتوا برضو شايفين كده هو ما بياخدش غير على كل جنب غير دقيقتين زي ما انتوا شايفين، سريع جدا وحلو. وزي ما انا قلت لكم افكاره سهلة جدا وطريقة عمله كمان جميلة. طبعا بصوا ما بياخدش ابدا وقت زي ما انتوا شايفين كده. انا بقف اتابعه علشان ما ينحرقش مني، وبفضل ان انا اشوفه هو اتشمع من الجنبين ولا لا عشان اقلبه. تمام زي ما انتم شايفين كده. طبعا يا جماعة انا الكمية اللي انا عملتها دي عملت لي 20 قطعة من الكريب، بس انا طبعا عملت اللي انا استخدمتهم بس في الفيديو دول. اما الباقيين بقى استنيت لحد ما يبردوا معايا
ويهدوا كده، وبدأت احطهم في اكياس تلاجة واخرج منهم الهواء واعينهم عادي في الفريزر او في التلاجة، وبطلعهم في اي وقت، بستنى ان هم يفكوا وببدأ عادي جدا بستعملهم كأنهم لسه طازة ولسه عاملاه. طبعا مش هقولكوا بقى، بيبقوا حلوين جدا وسهلين طبعا لاي غدا سريع كده انا عايزاه. يا دوب بس بطلعها شوية تفك، وببدأ ان انا احشيها باي حشو موجود عندي في البيت، وطبعا بتبقى تحفة وكأنها طازة طبعا زي ما انتوا شايفين. وطبعا بعمل التسوية زي ما انا قلتلكم ووريتكم في الفيديو بتاع النهاردة. طبعا زي ما انتوا شايفين الكريب طبعا طالع ازاي وحلو جدا، ويمكن احلى طبعا من المطاعم واوفر بكتير وانضف طبعا، لان احنا عارفين احنا حاطين فيه ايه. طبعا الكريب مش هوصف لكم، يعني طعمه تحفة تحفة زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. تمام، حالا بقى هتشوفوا الكريب اللي هو كان مقطوع ده ان هو ما فكش ابدا مني في الطاسة، ولا طلع الحشو بتاعه ولا اي حاجة. طبعا زي ما انتوا شايفين دي كانت كل الكمية اللي انا عملتها معاكم النهاردة في الفيديو، ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتم بيه.